واش عمرك حسيتي ان الناس كاملين سبقوك؟ واحد تزوج، واحد خدام، واحد نجح، وانت كتقول انا فين، رغم انك كتجتهد، كتعب، كتحاول. الا كان هاد الاحساس كيجيك، بغيتك تعرف حاجه وحده: راك ماشي متاخر، راك فقط ماشيه ولا ماشي في طريق مختلف. قبل ما ندخل في عمق، كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم نزهة ديفلوبمون. خاصك تعرف ان الاحساس بالتاخر ما كيعنيش الفشل، كيعني انك واعيه وانك واعي، كتراقب حياتك وكتسول. المشكل ماشي انك متاخر، المشكل هو المقارنه اللي عايش فيها. غادي نبداو دابا في المحور وغادي نقول لكم على العلاج. اول مشكل اللي كيكون عندنا هو المقارنه الصامته. دابا غادي نبداو في الاسباب اللي كتخلينا نحسوا دائما اننا متاخرين. المشكل الاول اللي كنطيحوا فيه بزاف ديال الناس هو المقارنه الصامته. المقارنه ما كتجيش مباشره، كتجي في الصمت. كتحل التليفون ولا كتحل التليفون، كتشوف الناس ناجحين، الناس فرحانين، الناس وصلوا، وعقلك كيقول لك علاش ماشي انا. لكن شنو ما كيبانش؟ التعب ديالهم، الطريق ديالهم، الظروف ديالهم. انت ولا انت كتقارني حياتك الحقيقيه بحياه مختاره بعنايه. هذا كيفاش كيبدا الاحساس بالتاخر. سؤالي ليك: واش كتقارن حياتك كامله بلقطه من حياه واحد اخر؟ راه خاصكم تحبسوا على هذه المقارنه، حيت ما كنعرفوش اشنا هو وراء كل واحد انسان زعما كنجح ونجح ما بين قوسين. راه ما كنعرفوش واش هذاك نجاح ولا بخطا. بالنسبه لي النجاح والفشل راه جوج حوايج مختلفين. النجاح راه هي انك تكون في دارك عايش سعيد، عندك داكشي اللي كتمنى انت، اللي باغي نتايا، ماشي انك عندك بزاف ديال الشركات وبزاف ديال الظروف تقول انا نجحت. كاين اللي عندهم بزاف وكتلقى ما كينعسوش الليل كامل ولا النهار كامل وهما في ستريس دائم. هذا راه كنسميش انا نجاح. مهم كل واحد ووجهة النظر ديالو. المهم الاسباب اللي كتخلينا كنحسوا باننا فاشلين، باننا ماشي ناجحين، هو المقارنه في الصمت. المشكل الثاني هو توقيت المجتمع. المجتمع عطانا برامج جاهزه، كيقول لك في هذا السن خاصك تكون كذا، في هذا السن خاصك تكون، في 20 عام خاصك تكون ديجا عندك لا ليسونس، في 30 عام خاصك تكون ديجا عندك لا سوسيتي. دونك عطانا واحد برمج لينا حياتنا، عطانا واحد التوقيت، جمعنا كاملين وعطانا توقيت. في هذه المرحله خاصك ديري حياتك، خاصك تكوني واصل لهذا الشيء، ولكن في الحقيقه خاصك توصلي ما كاين حتى توقيت واضح يصلح للجميع. كاين ناس نجحوا متاخره، لقاو راسهم بعد سنين بدلوا حياتهم من الصفر. التاخر الحقيقي بالنسبه لي هو انك تعيش حياتك ولا حياه ماشي ديالك. قول راسك: واش كنعيش حسب قلبي ولا حسب ساعه الناس؟ واش كنعيش داكشي اللي انا باغي كنتمناه؟ كاين اللي كيتمنى انه يكون في دارو ترونكي، يعني عنده واحد الخدمه معينه، يعني كتجيب لي واحد صالير معين اللي كتمنحو يخلص لي فاكتور ديالو ويكون سعيد مع بنادم. هذا الانسان راه هو ناجح. وكاين انسان اخر العكس ديالو. بالنسبه للنجاح هو يكون عنده لي كونط بونكير بلان عامرين، بانه يوصل لواحد المرحله ديال الثروه هائله. هذا بجوج. كل واحد منا خاصك تعيش على حسب داكشي اللي انت باغي، انت اللي مرتاح فيه. هذا هو قلنا السبب الثاني. السبب الثالث اللي كيحسنا، اللي كيخلينا كنحسوا دائما باننا فاشلين، هو الاجتهاد بلا اتجاه. كاين بزاف الناس
كيضيعوا في وقتهم. نقدر نقول لكم هكا كيضيعوا في وقتهم. بزاف الناس كيتعبوا ولكن ما كيتقدموش، يعني كيقدموا واحد الجهد كبير. علاش؟ حيت كيجتهدوا بلا وضوح، ما عندهمش واحد الهدف. كتخدمي ولا كتصبري وكتقولي غادي تجي، غادي نجي وغادي نفعل هادي وما كيكونش عندك هذاك النجاح. علاش انا كندير هادشي؟ كيجمع فلوس وكيمشي يخسرها في التفاهه، حيت ما عندوش واحد الهدف معين علاش دير هذاك الادخار، ولا علاش باغي يشري العقار، ولا علاش باغي يدير هذا. ما عندوش هدف. وهذا هو المهم في حياتنا، اننا نكتبوا بوضوح كما كنقول لكم على ورقه بقلم اشنو لاش باغي نوصل. الاول حاجه خاصني نقول خاصني هذا باش ندير هذه. خاصك تعرف اشنو باغي دير، اشنو باغي تكون في الحياه ديالك. وهذيك الساعه فاش كنعرفوا اشنو باغي نديرو في الحياه ديالنا كنبقاو نرسموا ليها واحد اتجاه، كنديروا لها واحد الخطه باش نوصلوا. ماشي العكس صحيح، انا عندي هذا، عندي واحد راس المال ديال 50,000 اورو ولا 50 مليون، اشنو غادي ندير بها؟ لا، انا باغي نوصل نشري دار ب 100 مليون، اشنو خاصني ندير باش نحقق هذا الحلم ديالي؟ دونك واش كيبان لكم الفرق ما بين بجوج ديال الحالات؟ يعني هذا اللي غادي يكون عنده ديجا هدف غادي يخدم عليه بواحد الشغف كبير لا علاقه به. هذاك اللي عنده ديجا عنده غير فلوس كيقول اشنو غادي ندير بها. خاصك تعرف علاش بغيتي توصل بالضبط، شنو الغايه، شنو الغايه من هذا التعب ديالك، من هذه الخدمه ديالك. شنو هو التعب بوحدو؟ راه ما كيضمنش لك الوصول. الوضوح ولا الهدف راه هو الاساس. الا بغيتي دير تقدر دير واحد التمرين صغير، لو ما كان حتى حد كيقول لك ولا كيحكم عليك شنو كنتي غتختاري. الا كان ما عندكش، كنقول انا خدامه على قبل ولادي، الا ما كانش عندك ولادك اشنو كنتي غادي ديري؟ هذا هو التمرين اللي غادي باش تعرف انت شنو باغي في الحقيقه ديالك وغتحاول تخدم عليه. دونك كنقولوا لاش باغي نوصلوا. انا غنحيد الولاد وغنقول انا الا كنت غير بوحدي شنو كنت غادي ندير، لاش بغيت نوصل، شنو هو اللي كيجعلني سعيد. هادو بزاف تمارين كديريهم، كتحطوا ورقه وقلم كما كنقول لكم ديما في جميع الفيديوهات ديالي، وكتبركم تكتبوا الاهداف ديالكم، وديك الساعه ديروا واحد الخطه باش توصلوا ليها. الا ما بديتيش بالهدف علاش باغي دير هادشي، راه ما عندك علاش تبدا، لا في ادخار ولا في خدمه ولا في شي حاجه معينه الا ما كانش عندك واحد الهدف معين. غادي نمشيو المشكل الرابع هو النجاح. راه ماشي سباق، اللي بزاف ديال الناس كيعتبروا ان النجاح هو سباق بحال اللي غادي كتمشارك في ماراثون. لا، النجاح ماشي سباق السرعه، هو رحله فهم. كتفهم كاين ناس سبقوك في نتائج ولكن ما سبقوكش في رحله. كاين ناس وصلوا بكري ولكن ضاعوا بكري. كاين الناس اللي عندهم بزاف ديال الفلوس وصلوا لواحد مرحله ديال ولكن بالزربه داروا فايت. كل واحد عنده توقيت خاص به. ما خاص المجتمع هو اللي يحدد لك واحد ان في الربعينات خاصك تكون ديجا عندك الملكيه ديالك، شاري في دارك، عندك ديجا طوموبيلتك. كاين اللي في الربعينات عاد باش بدا الحياه ديالو وصل ليها، وصل ودار شي حوايج اللي ما داروش الناس اللي كانوا في الربعينات عندهم ديجا الملكيه ديالهم، عندهم ديجا طوموبيلاتهم، عندهم ديجا واحد الصالح. هو حتى 40 عاد باش نضج على حسب مرحله النضج ديالك، امتى كنتي حسيتي براسك ناضج. كاين واحد اللي عنده 20 عام كتدوي معاه بحال اللي عنده 60 عام في عقله. راه حتى السن راه لا علاقه له بالنضج ديال الافكار ديال الدماغ ديالنا. كاين واحد عنده توقيت خاص فيه. واش كتقولوا ان كل واحد عنده توقيت خاص فيه؟ انا كنقول لكم لا. اخطر حاجه ديرها هي انك تستعجل في الحياه ومازال ما نضجتيش، مازال ما عرفتيش شنو هي الحياه، شنو هو، وتبدا بلي بروجي وكتخسر وتنوض. ولا ما خاص كل واحد يمشي على حساب العمر ديالو، ماشي العمر كنقول انا بالسن، العمر ديالو في الدماغ.
دابا تقولي لي نسا كيفاش نديرو باش نخرجوا من هذا الاحساس؟ الحل ساهل، الا قلت لك ساهل ماشي كنكذب عليك، الحل ساهل، هي حبس ولا حبسي من المقارنه مع الاخرين. سول راسك اشنو باغيه ولا شنو باغي دير، ديري خطوات صغيره، احترمي الطريق ديالك كما جينا نقولوا دابا، احترمي الطريق ديالك، احترمي الرحله ديالك. التقدم ما كيكونش ديما واضح، ولكن راه كاين، هو بزاف ناس راه ما كيشوفوش، هما راه كيتقدموا وما كيحسوش به. علاش؟ حيت هما في المقارنه دائمه. وباش نقارنوا دابا ولات ساهل في هذا العصر ديالنا، كتحل التليفون كيبانوا لك افخر طوموبيلات، افخر ديور، يعني داكشي كنقولوا واش علمي واش حقيقي ولا لا. دابا بديك بشات جي بي تي يعني كيعطيك شي تصاور كتقول ما كتعرفش الحقيقه من الخيال فيهم. اذا كنتي حاسه براسك متاخره ولا حاس براسك متاخر، راه انك كتقيسي نفسك بمقاييس ماشي ديالك. انت ما متاخراش ولا انت ما متاخرش، انت فقط في واحد المرحله. كاين المرحله ديال اللي كنعطي واحد البوز في حياتي، كاين المرحله اللي كنكون انايا باغا ديال الانجازات، كاين كل واحد عنده واحد المرحله. دابا غنقول لكم، قولوا لي في التعليقات شنو اكثر حاجه كتخليك تحسي بالتاخر. ما تنساش تخلي لي لايك وتشترك في القناه باش نكملوا هذه الرحله مع بعض. شكرا، والى موضوع قادم ان شاء الله.